السلام عليكم يا أصحابي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هشرح معكم مهام الRP بتاع السيزون M22، الأسبوع الرابع والأخير. الناس المفتوحين ده، أول مهمة معانا طبعا الناس هتكون شاحنة. مهمة استبعد 6 من اللاعبين في مباراة واحدة في الوضع الكلاسيكي. يعني في جيم واحد لازم تكون قاتل 6. ده هتيجي سهلة معاك في أي خريطة، ويستحسن تلعب ليفيك أو خريطة نوسة، هتيجي معاك أسرع فيهم. واهبط على أي سطح في رانجل في المستشفى اللي هي الهوسبيتال اللي جنب الهوسبيتال يا جماعة، اللي هي دي المستشفى هي موجودة في الخريطة، خريطة رانجل. هي دي المستشفى، تهبط فيها تخلص معاك المهمة على طول. بعد كده في مهمة الوقت هنا، ده اما تخلص مع اللاعب، ومهمة تقضي على 2 لاعبين بالمقلاة، قطاصة يعني طاوة. دمر 12 إطار، دي سهلة، هتدمر أي إطار سواء موتوسيكل، دراجة، أي حاجة، عربية. وهنا التقط الصدرية العسكرية ليفل 3، اللي هو الفيست الليفل 3، 12 مرة في الوضع الكلاسيكي. استخدم مجموعة طبية 5 مرات، دي برضو سهلة، اللي هي أما تملك طاقة 100%. وهنا أكمل 12 مباراة في أي جيم عادي، أي خريطة هتكمل 12 جيم تلعبهم سهلة، هتيجي معاك برضو فلوس وانت ما تعمل أغلب المهام فيها. اقتل 3 باستخدام بنادق القنص اللي هي القناصات. لحظة واحدة نشوف، زي الأوم والكار والإم 24 والأسلحة دي والقناصة الجديدة. بعد كده تحرك مسافة 7000 متر من الأصدقاء، لازم يكون حد من الأصدقاء معاك في عربية أو أي حاجة وتتحرك بيها، عادها هتخلص. بعد كده اقتل 2 من الأعداء باستخدام سلاح الشوتجان. هو بالقناص ده أبو طلقتين هو. وآخر مهمة، ارسل شعبية لأي حد من الأصدقاء، 8 أشخاص، وهي تخلص معاك على طول. ارسل لأي حد شعبية زي كده مثلا، وتخش تبعت له أي شعبية.